السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. هنكمل الفيديو السابق. هو الفيديو الأولاني كنا بنتكلم فيه هو اشمعنى البورصة المصرية، ليه بالتحديد بنتكلم عن البورصة المصرية. اتكلمنا في نقطتين. اتكلمنا ان البورصة المصرية هي مرآة للاقتصاد، دي اول حاجة. تاني حاجة اتكلمنا ان البورصة المصرية هي افضل استثمار حاليا. تالت نقطة بقى، دلوقتي البورصة المصرية تعتبر افضل واسرع استثمار يزود الارباح، يعمل نمو لرأس المال، يعمل نمو للأصول. لأن المكاسب الأسهم والتغيرات اللي بتحصل في سعر الأسهم ممكن في خلال جلسة سعر السهم يزيد 5%، يزيد 10%، أقصى زيادة ليه 20%. فتخيل لو انت مثلا حطيت فلوسك مثلا النهاردة، اخر الجلسة او اخر اليوم زادوا 20%. يعني انتوا عارفين المعدل ده رهيب جدا. يعني 20% دي الشهادة اللي بتطلعها البنوك حاليا. يعني لو هنتكلم مثلا عن بنك مصر او البنك الاهلي، فهو كان لسه طارح شهادة 20%، شهادة سنوية. انا بكلمك على مدار مدار 24 ساعة واقل من 24 ساعة. يعني انت مدة الجلسة في البورصة تقريبا 4 ساعات. حطيت فلوسك مثلا الساعة 9 ولا الساعة 10، حطيت 100 جنيه، الساعة 2 او الساعة 3 بقوا 120 جنيه. فده نمو سريع جدا للأرباح. السرعة دي يعني بتتوافق مع سرعة تغير وتضخم الأسعار. يعني احنا كل يوم بنشوف سعر مختلف. يعني الحاجة النهاردة بجنيه، بكرة مثلا ممكن نلاقي بجنيه ونص، بتزيد 50%. فأنت محتاج حاجة تبقى سريعة تواكب السرعة في تغير الأسعار حاليا. فده أفضل شيء، يعني أفضل شيء حاليا تكبر بيه فلوسك وتزود بيه رأس مالك. طيب، في ناس بتسأل أقدر أستثمر بكام؟ يعني انت ممكن تستثمر ب1000 جنيه، يعني بمبلغ قليل جدا. يعني تستثمر بكميات قليلة جدا جدا جدا. واي حد في الاول بيخش في اي استثمار بيبقى متخوف، فهو الافضل له طبعا يبتدي بمبلغ صغير، بحيث ان هو يجرب في الاول، بحيث لا قدر الله لو خسر ما يخسرش في راس ماله، يعني يخسر كمية قليلة من راس ماله. فهو لو انت حابب تستثمر اي مبلغ، ممكن بمبلغ قليل جدا تقدر تستثمر في البورصة. دول النقطتين اللي انا كنت حابب اتكلم فيهم النهاردة. الفيديو ده يعتبر الجزء الثاني للفيديو الاولاني. ان شاء الله انتظروا فيديوهات تانية هنتكلم في حاجات في الاقتصاد، في البورصة، في حاجات مهمة ان شاء الله. اي حاجة بتطلع جديدة، معلومة جديدة ان شاء الله نتكلم فيها. وخلينا على تواصل، ولو محتاجين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. شكرا لكم، السلام عليكم.